إحساس إنك لوحدك حتى وأنت وسط الناس أكيد كلنا مرينا بيه، ده مش مجرد وقت قضيته لوحدك في البيت، ده شعور بيخليك تسأل نفسك ليه وأنا وسط كل ده باحس إن محدش شايفني ومحدش سامعني. إحساس الوحدة ده مش بس شعور عابر، دي حكاية جوه عقل كل واحد فينا. الوحدة شعور مؤلم ومعقد جدا، وغالبا بتكون قلقان بسبب إن مفيش تواصل مع الناس سواء دلوقتي أو حتى في المستقبل. الغريب إنك ممكن تحس بوحدة حتى لو وسط ناس كتير. أسباب الوحدة بتختلف من شخص للتاني وبتشمل عوامل اجتماعية ونفسية وعاطفية وحتى جسدية. في ناس بتعتبر الوحدة عدوهم الأول لو قعدوا لوحدهم، الدنيا بتتقلب عليهم وبيحسوا إن الوقت طويل والأفكار السلبية بتهاجمهم، وده طبيعي جدا لأن إحنا كبشر مخلوقات اجتماعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الحوار. في دراسة عملوها علماء النفس لقوا إن الوحدة لفترات طويلة ممكن تسبب اكتئاب أو توتر، وأحيانا مشاكل صحية زي ارتفاع ضغط الدم، لأن التواصل مع الناس مش مجرد رفاهية، ده احتياج إنساني أساسي. لكن خليني أقول لك حاجة، لو بتكره الوحدة ده مش معناه إنك ضعيف، بالعكس ده معناه إنك بتقدر العلاقات وده شيء جميل. لكن لو حياتك معتمدة بالكامل على وجود ناس حواليك لازم تسأل نفسك، أنت بتلاقي سعادتك جوه نفسك ولا محتاج دايما حد جنبك عشان تحس دايما بقيمتك؟ الأبحاث أثبتت إن الوحدة منتشرة بين كل الفئات تقريبا، سواء في الزواج أو العلاقات الأسرية أو الناس اللي شغالة في مهن كبيرة. الوحدة مش جديدة على البشر، ده موضوع من أيام العصور الكلاسيكية، ووصفوها على إنها ألم اجتماعي، وده لأن النفس البشرية بتحفز صاحبها عشان يدور على تواصل اجتماعي. الوحدة غالبا بتتحدد حسب علاقتك بالناس حواليك، ولو شبكة علاقاتك ضعيفة ده اللي بيخلي تجربة الوحدة تكون مؤلمة بالشكل ده. وبعض المصادر بتقول بنسبة كبيرة إن الناس اللي بيقعدوا لوحدهم بيكون نسبة ذكائهم عالية. كتير من العباقرة والعلماء كانوا بيقعدوا وقت كبير لوحدهم عشان يبدعوا، زي ألبرت أينشتاين. العزلة بتديك مساحة للإبداع والتفكير. في بريطانيا بقى 9 مليون شخص بيعترفوا إنهم دايما حاسين بالوحدة، لدرجة إن الحكومة سنة 2018 عينت وزيرة خاصة بالوحدة، وده كان أول مرة يحصل في العالم. العلماء حطوا ناس في عزلة لوحدهم لمدة 48 ساعة، الناس دي حست بتوتر شديد ومعدل ضربات القلب زاد، والمخ بدأ يتعامل مع الوحدة كأنها خطر كمان. العلماء لقوا إن الوحدة بتشتغل في الدماغ بنفس الطريقة اللي بيشتغل بيها الألم الجسدي، يعني لما بتقعد لوحدك دماغك بيعتبر ده جرح أو إصابة فعلية. انتشر في مجلة سنة 2015 إن الوحدة ممكن تزود معدل الوفاة بنسبة 32%. منظمة الصحة العالمية قالت إن الوحدة أخطر من تدخين 15 سيجارة في اليوم. الوحدة بتأثر على الجهاز المناعي كمان، بتخلي الإنسان أكتر عرضة لأمراض زي الضغط العالي والسكر وأمراض القلب. في دراسة تانية العلماء اكتشفوا إن الوحدة بتزود الإصابة بالخرف والزهايمر بنسبة 40%. يا نهار أسود، كل ده بس بسبب الوحدة؟ آه يا صديقي، بس مش كل الوحدة وحشة، في ناس بتستغل الوحدة للإبداع أو الابتكار. فان جوخ الفنان العبقري رسم أكتر لوحاته المشهورة وهو لوحده. حتى الكتاب والمخترعين بيقولوا إن الوحدة ساعات بتبقى فرصة للإبداع والتأمل، بس دي ممكن ما تكونش الوحدة اللي بنتكلم عليها من أول الحلقة، لأن في فرق إنك تكون لوحدك باختيارك، عاوز تكون لوحدك تقعد في أوضتك مع نفسك، وده غير إنك تكون مجبر على الوحدة. المشكلة إننا عايشين في عصر فيه كل الناس أونلاين، لكن التفاعل الحقيقي بقى نادر. الناس بتتكلم مع بعض من ورا شاشات، كل واحد عايش في عالمه الخاص. شغل ومسؤوليات وسرعة الحياة خلت العلاقات الإنسانية أضعف، وفي دول زي أمريكا وأوروبا الثقافة الفردية بتشجع الاعتماد على النفس والانعزال أكتر، بعكس ثقافات الشرق الأوسط اللي فيها العلاقات الاجتماعية القوية. بس حتى الوحدة عندنا بقت ظاهرة بسبب التغيرات الاجتماعية. تعرف يا صديقي إن في حاجة اسمها العلاج بالاتصال؟ ده علاج بسيط جدا، بيقولك إنك لو فضلت تتواصل مع الناس حتى لو إنك تقول صباح الخير للجيران، ده ممكن يحسن حالتك النفسية جدا. يعني الحل مش معقد، كلنا محتاجين نمد ايدينا لبعض ونكسر الحاجز اللي بيننا وبين الناس. الوحدة مش دايما حاجة وحشة، بس لو ما تعاملناش معاها صح ممكن تتحول عدو صامت. دور على الناس اللي بتحبهم واحكي لهم كل اللي حاسس بيه، وافتكر دايما ان الوحدة مش النهاية، هي بداية لحاجات جديدة لو قررت تغيرها. والسؤال دلوقتي، يا ترى لو انت لوحدك هتختار تبقى كده ولا هتدور على نور في وسط عتمة؟ في الاخر يا صديقي الوحدة ده شعور طبيعي كلنا بنمر بيه، بس اهم حاجة اننا ما نستسلمش ليه. كل واحد فينا يقدر يلاقي الدفى في علاقاته او في هواياته او حتى في كلمة حلوة بيقولها لنفسه قدام المراية، لان في النهاية مفيش حد فعلا لوحده. وفي النهاية يا اصدقائي ما تنسوش تستنوا الحلقات الجديدة باذن الله، ولو انتوا على اليوتيوب اشتركوا في القناة.